يا صباح الخير يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم بقى بروتين كده. يوم روتيني كده حلو قوي. صحيت من النوم بقى على الساعه 11 كده او 11 وشويه، وقلت افتح الشبابيك واشغل القرآن على قناة مصر القرآن الكريم. وبس رحت بقى دخلت الحمام وكده وقلت اغسل سناني كده. حبيت اوريلكم الفرشة جميلة قوي، انا لسه جايباها من فترة قريبة يعني. هي سوفت، بس سوفت ناعمة جدا يا جماعة، ناعمة بجد. تحبوا كده ان انتوا تغسلوا بيها اسنانكم ومش عايزين تخلصوا. بس انا بستخدم معجون للاسنان الحساسة وكده، يعني حتة منه صغيرة بتبقى تحفة لان هو حامي شوية. بس بقى قلت جيت عشان خاطر اتوضى وكده، افتكرت اني ضوافري فيها مونوكير، رحت شلتها بقى ورحت اتوضيت، وقلت بقى ان انا اصلي كده صلاة الصبح و... وبعدها راح الظهر أذن وكده وصليت. وقلت بقى ايه ادخل اعمل فطار كده. كان عمر لسه نايم، ولما عمر بيبقى لسه نايم كده يعني ايه بحس ان انا نشيطة شوية. بصحى من النوم، اشوف الحاجات اللي ورايا، احاول اخلصها يعني قبل ما يصحى وكده. بالاخص كمان ان هو لما بنيجي نفطر مع بعض، انا ممكن اشغل له اغاني مثلا وافرش له الملاية واحط له الفطار بتاعه، بس هو ما بيحبش كده. ممكن يجي يرخم عليا في الفطار بتاعي انا ويبقى عايز يعك ويبهدل الدنيا، حتى لو هو ليه طبقه وكده. لا، ده هو بيحب يبهدل لي الدنيا انا يعني. بس والله يا جماعه ربنا صبرنا على العيال دي والله. التربيه بجد صعبه قوي قوي. كتر خير كل ام بجد. بس ارجع بقى اللي كنا بنقوله. دخلت بقى كده قلت هعمل فطار كده حلو يعني وخفيف. طبعا المعروف شاي بلبن بتاعي، وقلت اعمل كده سندوتشين جبنه بالخيار وبس والله. احكولي انتوا عاملين ايه، طمنوني عليكم. كان في كذا حد سألني اسئلة وكده. يعني انا هنزل لكم فيديو كده فيه كل الاسئلة اللي انتم عايزينها، بس انا هحاول ارد دلوقتي يعني. كان في حد بيقول لي عندك كام سنة؟ انا عندي 23 سنة. خريجة ايه؟ خريجة معهد ألسن، تجارة خارجية. هحاول برضو اجيب باقي الاسئله التانية كده واقول لكم. كان في برضو حد سألني على البايركس. البايركس نوعه فرنساوي. هو بايركس فرنساوي، 3 بيجوا مع بعض كده. بصراحة ما شاء الله جميل قوي. هو واحد مني اتكسر، وباقي بقى اللي هو الوسط والكبير. بصراحة انا بستخدمهم في كل حاجة فعلا، يعني كل حاجة. انا بحس ان سوى الاكل في البايركس اصلا ليه طعم تاني غير الصواني الالومنيوم او كده. او صواني عندي برضو صواني جرانيت. مش بستخدم اي حاجة غير البايركس يعني. بالنسبة لي حلوين قوي. السكينة دي بقى بتعمل الشكل دي بحبها قوي. بس لما باجي اعملها في البطاطس، بقطع البطاطس بيها، بحس طعم البطاطس متغير. طعم البطاطس كده وهو كده شكله الطبيعي كده احلى بصراحة. انا بحب كده. قطعت بقى الخيار كده عشان يبقى شكله جميل وبس، وعملت الساندوتشين وكده. قريب بقى استنوا مني كده ريفيو عن الاجهزه الكهربائيه كلها اللي عندي، كلها هعملها لكم ان شاء الله. هعمل لكم فيديو حلو كده واقول لكم ايه اللي كان كويس معايا وايه اللي ما كانش حلو. ده طلبكم انتم يعني. وفي برضو حد تاني كان عايزني اعمل جولة في الشقة وكده، هعمل لكم كده. بس شجعوني يا جماعة، انا عايزة دلوقتي الناس اللي سامعيني دلوقتي حالا تنزل تحط لايك كده في الفيديو ده، ولو مش مشتركة في القناة تعمل اشتراك سبسكرايب، عشان اي فيديو جديد انا بنزله كده انتم تشوفوه بس. وده شرف ليا طبعا ان انتم بتتفرجوا عليا وسامعيني دلوقتي ومنوريني. شكرا لكم جدا. سارة كانت كومنت يعني كاتبالي فيه ابقوا حطي اللانشون والبسطرمة والحاجات اللي زي كده والجبن في علب محكمة الغلق. بس انا عملتها قبل كده اول الجواز ولقيت الجبنة الرومي باظت مني، مش عارفة ده ايه السبب بصراحة. بس بقيت اسيبها زي ما هي يعني. لسه هشوف كده لو في علبة تلاجة حلوة مناسبة هشتريها.
بس انا بقى قلت هفطر النهارده في البلكونه. عمر نايم بقى يا جماعه، يعني نتدلع شويه حتى نص ساعه، يعني نفطر فطار رايق شويه من غير عك. بس بقى قلت بقى اقعد في البلكونه كده. انا بطبيعتي مش بعرف اشرب الشاي بلبن، مش بعرف اكل غير لما الشاي بلبن يبقى بارد، يعني يبقى بارد شويه، يعني ان انا اعرف اشربه. لكن طبعا هو سخن جدا وانا هاكل، لا لازم اكل وابلع الاتنين مع بعض، فسيبته يبرد شويه وقلت ايه نحكي شويه مع بعض. انا البلكونه عايزه اعمل لكم كده روتين فيها كده، عايزه اشيل النجيله وانضفها وامسحها. انا على طول بنضف وكده بكنسها، بس بقالي وقت يعني ما مسحتهاش وكده. وان شاء الله قريب عايزه ان انا كده اجيب ستاره جديده، لاني الستاره دي عندي مش مكمله باقي البلكونه كلها، في جزء من البلكونه باين، فعايزه اشتري كده ستاره وهاخد رايكم في القماش بتاعها ان شاء الله قريب. بس خلصت بقى افطار كده وقلت ايه كميه المواعين دي، يعني انا عاوزه اقول لكم المواعين دي كلها انا ما كنتش عامله غدا اصلا. يعني انا في الايام اللي فاتت دي انا كنت تعبانه وما كنتش بعمل غدا. كان بيبقى حتى غدا سريع، يعني لو في حاجه عندي في التلاجة جاهزه يا دوبك بطلعها اقليها مش عارف ايه كده. دول بقى جم من حوالي يومين كده، يعني المواعين دي بقى لها يومين كده عاديه عاديه خالص، متكومه على بعض كده، ولا طبخه ولا عامله اي حاجه خالص. بس فضلت بقى ان انا ايه اودي كل حاجه مكانها كده. بصراحه الحته دي لما بتبقى مليانه مواعين بتبقى رخمه، وببقى واقفه في المطبخ متضايقه. بحب ان الدنيا تبقى رايقه شويه. قلت قبل ما ابتدي ان انا اعمل غدا او اعمل اي حاجه النهارده، انا هشيل المواعين دي وكده واحط كل حاجه في مكانها. بس يعني انتم ايه تعودوا، انا اصلا يعني انا مش دي طبيعتي ان انا بسيب المواعين تبقى كتير كده. لا انا كل يوم يعني يا دوبك الحاجه بس بتنشف، يعني المواعين بتنشف بروح اشوف كل حاجه في مكانها. بس زي ما قلت لكم ان انا كنت تعبانه فسبتها. بس انتوا تعودوا كل حاجه اول باول كده رجعوها مكانها، يعني ما تقولوش لا ما احنا الحاجه كده كده هناخدها تاني ونستخدمها. لا لا، خلوا كل حاجه منظمه وفي مكانها الصح. بس الليد عندي انا لسه مركباه من قريب، بس هو واللزق المفروض ان اللزق الشفاف دوت اللي هو الدبل فيس نوعه حلو، بس مش عارفه ليه اتفك مني المره دي، واتفك برضو من الليد اللي ناحيه الحوض. ان شاء الله هبقى اجيب كده تاني بقى، او هحاول اشوف نوع اقوى من كده ان انا الزقه كويس. وكمان برضو الاسكار بتقع، اللزق بتاعها مش قد كده، عايزه ابقى الزق الحاجات دي بقى، عايزه اعمل حاجات كتير قوي بجد. بس الصفايه اللي انتوا شايفينها دي بتاعت المعالق والشوك، هي لو انتوا واخدين بالكم كده من تحت كان فيها زي شبكه حديد، يعني عشان الحاجه تقف عليها. بس هي خلاص صدت واتقطعت، وبقيت طبعا لما احط المعالق وكده عليها تقع، مبقاش ليها اي استخدام عندي خالص. لما جيت اتجوزت قالولي دي مش هتبقى عملية، بس انا حبيت شكلها بصراحة. عايزة برضو اشتري، هعمل لكم فيديو مشتريات كده واروح اشتري كل الحاجات اللي ناقصاني ان شاء الله واوريها لكم. بس حطيت بقى الحاجات دي كده هنا. انا عاوزه اقول لكم ان انا عندي سكاكين، واللي هي الحاجات الرفايع الكتير دي اللي هي ملهاش لازمه، كلها شايلاها كده في منظم لوحدها عشان خاطر ما تعمليش زحمه. يعني انا اصلا المطبخ بتاعي مفهوش غير درج واحد بس، وللاسف يعني هو ده كان ترتيبي في المطبخ. انا ما اخدتش بالي، يعني انا اللي كنت مختاره الديزاين بتاع المطبخ ونسيت خالص ان هو درج واحد. بس ده مش مضايقني لاني انا عندي 2 ادراج اللي هي العميقه دي شايلالي حاجات كتير بصراحه. وانا يعني انا دلوقتي حاسه مش محتاجه ادراج تانية لانها هتكركب لي، يعني انا ما بحبش الكركبه.
يعني وانا بتجوز وكده كانوا مثلا يقولوا لي هاتي دي، اعملي دي، مش عارف دي هتنفعك دي. قلت لهم يا جماعه انا كنت عامله زي كده اجنده كاتبه فيها الطلبات اللي انا عايزاها، مش هزود عنها. ومش هجيب اعداد كتيره ملهاش لازمه، لا انا جبت اعداد مناسبه. يعني انا الافضل ليا في الحلل بتاعتي انا جبت حوالي 3 اطقم. تمام. ال3 دول انا جبتهم بسعر كان ممكن اجيب مثلا 5 6، بس انا ما حبيتش كده. انا حبيت كل حاجة كانت في كل حاجة في بيتي انا اللي مختاراها. كانت مامتي لو تجيب اي حاجة، طبعا ماما ذوقها طبعا حلو جدا اكيد يعني، بس انا من نوع ان انا كنت مرتبة لبيتي ده حاجة تانية. الالوان، حتى طقم التوزيع والحاجات اللي على المطبخ انا اللي كنت عايزه اختار الالوان وكل حاجه فيها. يعني ما كنتش بحب ان انا حد يختار لي حاجه خالص. فالحلل وكده يعني ده مثال لحاجات تانية كتير. يعني انا عندي ان انا اجيب مثلا حاجتين غاليين، ولا ان انا اجيب 4 حاجات سعرهم اقل، لا. خلصت بقى الترتيب كده بتاع المواعين، وحطيت كل حاجة في مكانها وخلصته تمام. وقلت اطلع اكمل باقي قرايه للكتاب عشان عايزه اخلصه بقى، ومتحمسه ان انا ايه كمان اقرا في الكتاب التاني اللي انا كنت قايله لكم عليه. وبعد كده الاستاذ عمر بالصدفه رحت لقيت ضوافر ايده طويله، يعني بتطول بسرعه قوي. يعني ممكن كل اسبوع او كل 5 ايام بتطلع، ولازم ان انا اعملها له طبعا على طول لانه هو بيخربشنا بيها. وطبعا كنظافه يعني اكيد. بس هو غلبني بجد. يعني لو تاخدوا بالكم كل شويه امسك ايده واعمل له شويه تمام بالقصافه، وبعدين لا يبعد ايده عني ويميل كده اللي هو لا يا ماما كفايه ما تعمليش تاني. غلبني شويه والله عشان خاطر اعمله ضوافره. وكل شويه طب ازغزغه، طب اعمل له اي حاجه عشان اضحك عليه بقى واخد ايده تاني بقى. بصوا اهو فردت ايدي كده اقول له بص اعمل زيي عشان اشوف ايه الضوافر الباقيه وكده ليه ان انا اعملها له. مشكله عمر ده مشكله. كنا بقى مجهزين البامبرز والفوطه وكده، كان هيدخل يعني وكده ياخد دش. بس بعد كده بقى بعد ما اخد دش وكده طلعت بقى كده وقلت اعمل كده غدا على طول سريع. انا النهارده كسلت ان انا اعمل غدا بصراحه، وكان عندي علبه تونه. وطبعا بتحل حاجات كتير التونه دي يعني بصراحه. بتريحني قوي لو انا مش قادره ان انا اعمل اكل او مكسله او لو اشتغلت في البيت كتير. بفتح علبه تونه واتغدى على طول يعني، ومش بتوسخي مواعين ولا اي حاجه. نوع سانشاين ده انا بحبه قوي، هي مفتفته. طعمها يا جماعه تحفه بجد، طعمها جميل جدا. الاول كنا بنجيب سانشاين القطع، بس دي عشان فيها سبايسي احنا حبيناها شويه يعني. وانا بقى بفتح كده العلبه رحت لقيت زي ما انتم شايفين كده البتاعه الطويله البيضه دي. قعدت مستغربه شويه وفتفتها كده لقيتها طريه، قلت ايه دي؟ بعد كده بقى ايه قلت لاحمد قال لي لا دي شوكه وكده. بس بتقولولي في التعليقات وكده بشيلي المفارش دي هتوسع معاكي التلاجة وتنورها، او هاتي مفارش سادة بيضة او بينك. فعلا فعلا انا المفارش اخر حاجة جبتها لونها غامق وكده ما عجبتنيش بصراحة. في ديزاين حلو كده لونه ابيض عجبني، قلت ان شاء الله كده هبقى اجيبه وهصور لكم التلاجة وانا بحطه يعني. بس اتغديت بقى كده وكان في اكل العمر فراخ وكده عملتها له هو. كان في يعني بانيه انا كنت مجهزاه قالته له بس كده، وعشان هو طبعا ما ينفعش ياكل تونه و... وبس. واكلته بقى البانيه ودخلت بقى بعد ما خلصت كده الغدا. قلت اشوف المطبخ ايه اخباره يعني. دخلت على ضرفة الخزين، بحب اول باول كده معاكم اشوف لو في اي حاجة ناقصة او كده اعملها. البرطمان ده انا كنت بدور عليه بقالي كتير، هو برطمان تالت من نوتيلا. كنت انا نضفته يعني وكده وقلت هبقى اجيب الاستيكر ده عليه. فالبرطمان التالت ده لما لقيته حطيت فيه باقي الشاي. بس انا بفكر بقى اشتري ستاند لل3 برطمانات دول اللي بتوع النسكافيه الصغيرين، وال3 الكبار دول بتوع النوتيلا.
شكلهم عاجبني قوي، بس لسه عايزه اشوف لهم فكره حلوه يعني. بس لقيت بقى الحته دي كده بتاعت الريتش باك، في حاجه فيها مش نظيفه يعني، فقلت لا اعملها كده اديها مسحه حلوه. بس بعد كده بقى كان في حد بيقولي على طريقه تشغيل الغساله وكده. اولا انا بستخدم اوكسي زي ما انتم عارفين، انا قلت قبل كده. طريقه تشغيل سهله جدا يعني، هي مش محتاجه. ان شاء الله انا قلت هعمل لكم جوله وهقول لكم الغساله فيها ايه، بس سريعا كده هعرفكم يعني الغساله بتتفتح ازاي. بس هي بالنسبه لي هي ما شاء الله ما شاء الله جميله جدا. نوعها يعني بالنسبه لي كويس قوي. حطيت بقى المسحوق كده وبعدين فتحتها. في من تحت كده هي اصلا تاتش. عملت الاوبن تحت لو انتوا شايفينه. وانا بجيب اللي هو اللي بستخدم يعني البرنامج الساعة دوت اللي هو غسيل مكثف 60 دقيقة. بالنسبة لي ده كويس. بيشيل كل البقع وكده من الهدوم. وغيرت درجة الحرارة، خليتها على 40 درجة مئوية، ودوست على اخر زرار كده اللي هو التاتش دوت اللي هو تأكيد التشغيل يعني. وبس، وكده نكون خلصنا روتين اليوم كله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وشكرا لكم جدا يا حلوين. باي باي.